السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده في فيديو بتاعنا فيديو الافكار الحلوه اللي احنا بنعملها في المطبخ اللي تسهل علينا الشغل في المطبخ. اول فكره معانا هي فكره الكيكه. احنا معانا الكيكه الجميله دي عاملينها بكوبايتين من الدقيق وثلاث بيضات وكوبايه من اللبن ونص كوبايه من الزيت وكوبايه من السكر. فكره النهارده في الكيكه هي ان احنا حطينا معلقتين من النشا علشان تخلي الكيكه بتاعتنا هشه وتاخد اللون الجميل اللي انت شايفاه ده. عايزه اقولك معلقتين النشا دول بيبقوا مفعولهم زي السحر. لما بتحطيهم ودي فيهم للدقيق وتنخليهم مع البيكنج باودر بيخلي الكيكه بتاعتنا بيضه من جوه وكمان هشه جدا وطريه. زي ما انت شايفه الكيكه سهله جدا. وانتوا لو حابين ان انا انزل لكم طريقه الكيكه دي اقدر انزلها لكم. اطلبوا بس واكتبوا لي في التعليقات لو عجبتكم انزلها لكم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين جميله ازاي. بس طبعا انا كنت بقطعها وهي سخنه. المفترض ان احنا ما نقطعش الكيكه ابدا ابدا وهي سخنه علشان خاطر ما تتفرفتش مننا وكل تعبنا يضيع. زي ما انتم شايفين احنا بنسيبها خالص لما تبرد وبعدين نقطعها. لكن انا كنت عايزه اوريكم وانا بس يعني بصورها كنت عايزه اوريكم ان ازاي هي جميله وقد ايه هي مرتفعه. شايفين طبعا هي لو بارده هتطلع معاكي على طول بمنتهى السهوله ومش هتلاقي اي حتت اتقطعت منك ولا اي حاجه. فعشان كده بنصحك وبقولك طبعا الفكره الجميله دي ان احنا لما نكون عاملين كيك يستحسن ان احنا نسيبه لما يبرد تماما تماما وبعد كده نبتدي نقطع. زي ما انتم شايفين الكيكه بتتكلم عن نفسها وزي من جوه بيضه زي القشطه. وكمان شايفين الارتفاع بتاعها حلو ازاي. وكل ده بكوبايتين بس من الدقيق ومعلقتين من النشا. نخش بقى على الفكرة التانية بتاعتنا النهاردة. فكرة خطيرة جدا وهتسهل كمان علينا في شغل المطبخ جدا جدا. زي ما انت شايفة احنا هنعمل تتبيلة البانيه كلها في طبق واحد. يعني ايه؟ يعني احنا هنحط التتبيله مع البيض كله والبانيه في طبق واحد. مش هنقعد نتبل الاول بعدين نفصل البيض لوحده ونحط كل حاجه لوحدها، لا. انا هوريك الفكره، خليكي بس معايا في الفيديو كده للاخر وهنشوف افكار حلوه قوي مع بعض. اول حاجه انا جبت بصلايه هنا وبشرتها زي ما انت شايفه وخدتها وصفيتها من الميه تماما. وبعد كده عايزه اقولك ان التفل ده احنا بنستخدمه في وصفات تانية. بعد كده جبت التوابل بتاعتي اللي هي عبارة عن بصل بودر، بابريكا، ملح وفلفل وشوية من البهارات الفراخ وشوية من الكركم. وحطيت البيضة عليهم زي ما انت شايفة كده وعصرت كمان ليمونة صغيرة وبدأت أقلب. وهحط كمان معلقة من الخل. وخلاص خلصت الخلطة بتاعتنا أو التتبيلة بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها البانيه بتاعنا ومنه على البقسماط على طول. زي ما انت شايفة كده البانيه بتاعي انا اللي عاملاه طبعا زي ما دايما بقول لكم في كل فيديوهاتي ان البانيه انا بخليه وانا اللي بقطعه. غسلاه كويس قوي بالملح والليمون وشطفته وبعدين حطيته في المصفى بتاعتي لما يتصفى خالص خالص وبدات انزل بيه في التتبيله. خلاص كده وبدات بقى اسيب التتبيله بتاعتي في البانيه ياخد كده التتبيله ويمتصها زي ما هو عايز براحته بقى خالص. تسيبيه ليله كامله، تعمليه قبلها بساعتين وبعد كده تبتدي تتبليه في البقسماط. تعالي بقى اقولك على الفكره الثالثه هنا هي ايه بقى. ان احنا هنجيب البقسماط بتاعنا ونحط عليه شويه من الدقيق. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا لو هنحط كوبايه من البقسماط هنحط قصادها على طول نص كوبايه من الدقيق. ليه بقى؟ هقولك ليه. اول حاجه طبعا احنا زمان ما كناش بنفصل، يعني نحط البانيه او البفتيك في البيض وبعدين نحطه في الدقيق او في الدقيق وبعدين البيض وبعدين البقسماط، لا. احنا كنا بنحط الدقيق والبقسماط على بعض. زي ما انت شايفه كده الدقيق بيمتص كل السوائل الزياده اللي في البانيه علشان يطلع معانا الكفر زي ما انت شايفه كده متماسك وما يفصلش ابدا. حتى لو انت مش عامله بانيه وعامله بفتيك وعملتيه بنفس الطريقه دي هيطلع معاكي البفتيك بنفس الشكل ده بالظبط. الكفر عمره ما هيطلع. وبعدين تقليه وهيطلع معاكي بالشكل الجميل ده. شايفه لونه ذهبي وكمان متماسك، البقسماط متماسك مع البانيه. وعملنا معاه المكرونه بتاعتنا الجميله زي ما انت شايفه. لو حابين اعمل لكم البانيه في فيديو خاص هوريكم بالتفصيل طبعا احنا نعمله ازاي. بعد كده معانا فكره بقى الكوسه. احنا هنا عاملين صينيه كوسه. عاملينها ازاي؟ عاملينها ني في ني كلها في صينيه واحده. احنا كان عندنا فراخ
شطفناها وغسلناها وسلقناها، وبدأنا نعمل الكوسة بتاعتنا زي ما انتم شايفين. قطعنا بصلايه صغيرة، طبعا بتعملي البصل على حسب كمية الكوسة اللي انت هتعمليها. انا هنا كنت عاملة نص كيلو من الكوسة، فحطيت بصلايه يا دوب كده صغيرة، يعني متوسطة، ما هي صغيرة أوي ولا كبيرة أوي. وبدأت أحط التوابل بتاعتي، البابريكا والملح والفلفل، ونزلت كده بحتة من الفلفل الحامي مش كتير قوي عشان ما تبقاش مشطشطة قوي. وبدأت أقلب شوية، ونص مكعب من مرقة الدجاج، وبعدين نزلت بالكوسة بتاعتي وقلبتها زي ما انتم شايفين تقلبتين كده علشان الكوسة تتشرب معايا من الصلصة ومن التوابل. وكمان ما تنسوش نص معلقة السكر علشان خاطر تعادل الطعم بتاعنا وتظبط لنا الحموضة بتاعت الطماطم والصلصة. بعد كده هنزل بقى بشفشق القوطه بتاعتي او نص شفشق على حسب كميه الكوسه اللي انا ببقى عاملاها، وهسيبها بقى لما تتسبك مع بعضها كده وتاخد وتدي مع بعض. بعد كده هجيب الفراخ بتاعتي، وهي بقى الفكره هنا، الفكره ان احنا سلقنا الفراخ. طب عايزينها تبقى يعني لونها احمر كده وجميل وكانها خارجه من الفرن. بروح عامله ايه بقى، اروح جايبه الفراخ بتاعتي وحطها فوق وش الصينيه بتاعتنا كده، واروح عامله ايه، واروح حاطه عليها شويه من الصلصه زي ما انتم شايفين كده. انا زودتها كده كبشتين من الشوربه عشان تتظبط كده وتكمل سواها، والفراخ كمان تاخد وتشرب من الصلصه بتاعتنا اللي طعمها حلو دي. وابتدي بقى احط صلصه كده على الكوسه كاني عامله بالظبط صينيه بطاطس بالفراخ. لا ده انا بقى بظبطها كانها ايه، كله في صينيه واحده عشان تدينا الطعم الجميل، وتخش الفرن وتخرج معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كل الفراخ متحمره والكوسه واخده لون، والفراخ واخده لون حلو قوي، ومع ذلك هي معموله ني في ني وطعمها في منتهى الجمال. وعملنا معاها طبعا طبق البتنجان الخطير بتاعنا اللي كل الناس بتسأل عليه. لو حابين برضو ان انا انزل لكم البتنجان في فيديو لوحده، انزله لكم ان شاء الله بالتفصيل، علشان ناس كتير دخلت سألتني عليه وطلبت الطريقة هنا عندنا في القناة، وكمان على التيك توك ناس كتير سألتني على طبق البتنجان ده عايزينه بالتفصيل. تمام كده. يلا بقى نعمل صينيه المسقعه بتاعتنا برضو اللي ناس كتير طلبتها مني، شافتها برضو عندي على التيك توك، وناس شافتها في الفيديو الشورتس وطلبت مني ان انا اعملها لهم. فانا كنت عامله فيديو بصراحه، فقلت انزل لكم الفيديو هنا باختصار كده تشوفوه. معانا هنا قطعنا البتنجان شرايح زي ما انتم شايفين، وحطينا عليه شويه من الملح وسيبناه كده لما يتصفى. وقطعنا نص كيلو من البطاطس حلقات، ما تكونش لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي، وحمرناهم كلهم في الزيت. وبعد كده جبنا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا بتاعت المسقعه او الصلصه. جبنا فصين من الثوم وحمرناهم مع نص مكعب من مرقه الخضار، وحطينا التوابل بتاعتنا شطه وملح وكمون وشويه من الكزبره، شويه من السكر، شويه من البابريكا، ونزلنا عليهم كده بثلاث معالق من اللحمه المفرومه المعصجه، وسبناهم لما اتسبكوا خالص. وبدأنا ننزل بالبتنجان بتاعنا، وبقت صينيه مسقعه بالبتنجان والبطاطس والفلفل كده واللحمه المفرومه خطيره جدا. وتعملي معاها طبق رز رز كده بالشعريه حلو، وتاكليها كوجبه وخلاص كده يبقى يوم وفي منتهى الجمال. وعايزه اشوفكم ان شاء الله في التعليقات هتقولوا ايه، واشوفكم على خير فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.